السلام عليكم بنات، كيف الحال؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، هذا غادي يكون اول فيديو على هذا الشكل في القناه نتاعي، حيت انا كنفضل انني ما نبينش وجهي في مواقع التواصل الاجتماعي ولا اليوتيوب. وكنتمنى الفيديو يعجبكم. ما نطولش عليكم، نبداو في الفيديو ديالنا. اول حاجه بدا غادي نقولها، الا كنتي اول مره كتشوفي القناه نتاعي مرحبا بك معنا. وموضوع الفيديو غادي يكون هو الفرق بين الصديقة الحقيقية والصديقة المزيفة. بعدا قبل ما نبدا في الفرق بيناتهم غادي نقول لك حاجة من القلب. ماشي اي وحدة دخلت لحياتك غادي تعتبريها صديقة، وماشي اي وحدة ضحكت لك راها صديقة، وماشي اي وحدة جابت لك كادو راها صديقة. خصك تفرقي ما بين الصديقة الحقيقية والصديقة المزيفة. فهاد الجوج راهم كيبانوا في المواقف. ودابا غادي نبداو في الفرق بين هاد الجوج صديقات، وغادي نبدا بالصديقة الحقيقية والسمات والصفات اللي فيها. الصديقة الحقيقية أول حاجة كتفرح للفرح ديالك وكتحزن للحزن ديالك. الصديقة الحقيقية كتسمع لك وكتحاول تلقى معاك الحلول. ما كتضحكش فيك الناس، بالعكس قدام الناس كتعلي من القيمة ديالك. إلا شافتك ماشية في شي طريق ماشي مزيانة كتنصحك، وكتنصحك بينك بينها ماشي قدام الناس. الصديقة الحقيقية ما كيبقاش فيها الحال إلا ما سولتيش فيها، بالعكس كتبادر وكتجي تسول فيك، وهذا الشيء خص يكون فيك وفيها. الصديقة الحقيقية ما كتحطمش الأحلام ديالك. إلا قلتي لها شي حلم كتفرح لك، تقول لك انتي قادرة ديريه. بالعكس إلا شافتك سمحتي فيه ما كيعجبهاش الحال. الصديقة الحقيقية إلا خرجتي معاها كتولي مفعمة بالطاقة الإيجابية وبالضحك وبالنشاط. هادو سمات كيكونوا في الصديقة الحقيقية. الصديقة الحقيقية ماشي هي اللي غادي تجي تجيب لك الكادو في عيد الميلاد وتقول لك جويوز انيفرسير ودير لك شمعة وتجيب لك كيكة وتجيب لك. أي واحد يقدر يدير لك هداك الشيء، وإنما القلب وشنو فيه. يعني إلا صديقتك ما تفكراتكش في عيد الميلاد ديالك ولا نساته، هذا راه ما كيعنيش أنها ما كتبغيكش. بالعكس راه تقدر هي اللي ما تفكراتوش ولا نساتو كتبغيك لواحد الدرجة كبيرة في الله، ماشي مصلحة. واللي جابت لك كادو راها غادي تستناك ترديه لها، وتقدر جابت لك كادو باش تطلب منك شي حاجة مصلحة وصافي. فهادو صفات الصديقة الحقيقية، هي راه فيها بزاف نتاع الصفات الزوينين، وهادو الأهم اللي ذكرتهم لك دابا هما أهم نقاط خصهم يكونوا في الصديقة ديالك. دابا غادي نمشيو للصديقة المزيفة، حيت هي اللي فيها بزاف تاع السلبيات. بعدا كاينين وحدين على رأس القائمة، هادو إلا كانوا في الصديقة نتاعك صافي غير قطعي معاها المعالقة وقطعي معاها الهضرة. الأولى اللي كتعيب لك على كسوتك، على فصالتك لاطاي ديالك، واللي كتضحك فيك الناس، واللي كيبقى فيها الحال على أتفه الحوايج، واللي إلا ما سولتيش فيها كدير لك فيلم ودراما. هاد الربعة نتاع النقاط أساسيين. هادو إلا كاينة غير وحدة في الصديقة ديالك، وحدة من هادو قطعي معاها المعلقة. أنا غادي ندير لكم نقول لكم بحال واحد القصة، نتوما غادي تتخيلوا معايا. هي ماشي قصة وإنما غادي نحكيوها ونتوما غادي تتخيلوا معايا باش نشوفوا الصديقة المزيفة كيفاش دايرة. مثلا درتي انت وياها انكم تتلاقاو في شي بلاصه، وهي غادي تفوت عليك للدار وغادي تمشي. اون فوا كتحلي لها الباب، اول حاجه كديرها كتعيب لك على الكسوه ديالك، ما جاتش معاك، وبردي هاد اللون كي جا مبهدل، ما جيتي زينه، هاد المكياج جاك مبهدل، مالكي على حالتك. المهم بعدا من الاول كتشحنك بالطاقه السلبيه وكديرها ضحك، تقول داكشي وكتضحك. ولا كاع الا قلتي لها مالك صاحبتك كديرها كتقول لك انا اللي في قلبي على لساني. هذه بعدا راها وقاحه. هذه القضيه اللي في قلبي على لساني راها وقاحه، راها ماشي حاجه زينه. فكنتمنى اللي فيها هذه القضيه تحيدها منها. نوليو الموضوع نتاعنا. صافي عيبت لك على كسوتك، تنتي كتفوتيها غير بالسيف، كتضحكي وكتخرجوا، كتمشيو تريحوا في شي بلاصه، وكتبدا
بالطاقة السلبية والمشاكل، وأنا راه عندي وراه فيا الكريدي ومشاكل مع وعندي المشاكل مع والديا وعندي المشاكل مع خويا وعندي المشاكل مع أختي. أنا ما كنقولش الصديقات ما يحكيوش لبعضياتهم ولا ما يلقاوش حلول لبعضياتهم، وإنما ما خصهاش يكون موضوع يومي ديالها. إلا خرجتي خصها تقولها لك، إلا صونيتي لها خصها تقولها لك، إلا تلاقيتو فشي بلاصة خصها تقولها لك، هي خصها غير تشكي. ف شكاتلك نكملوا في القصة ديالنا. شكاتلك وانتي كتبقاي غير تسلكي، ايوا معليش، ايوا غير تصبري، ايوا هذه هي الدنيا وراكي غير تسلكي معاها تسلكي معاها. هي كتخوي ديك الطاقة السلبية اللي فيها فيك، كتمشي لدارهم ناشطة، وانتي كتولي الدار محملة بالطاقة السلبية. راسك واجعك، القلب ديالك مغموم، ما قداش راسك، كتبغي كاع غير تكاي ولا غير تنعسي. فنتمنى تكونوا تخيلتوا معايا هذا المشهد، وراه بزاف ديال البنات كيصرى لهم. ولا صرالك بحال هذا البلان كتبيه لي في لي كومونتير. فنكملوا في الصفات اللي كاينين في الصديقه مزيفه، كتقلل من الاحلام ديالك او كتحطم الاحلام ديالك. الا مشيتي عندها وقلتي لها راه عندي واحد الحلم وراني متمنيه نحقو، كتقول لك انتي فين والحلم فين؟ اش من احلام؟ انتي اصلا واش جابك كاع على هاد الشي وطلبتيها كبيره؟ وشوفي روحي غير على قدك. كتبغي تحطمك. هي ما تقدرش تشوفك زادت عليك شي حاجه زينه. الا زادت عليك غير خاتم كتبغي تموت. عاد حرك فين انتي تبغي ديري حلم وتبغي تحقيه وتبغي هاد النوع. الا عندك صاحبتك دايره بحال هكا، من اليوم قطعي معاها ولا اعتبريها انسانه في حياتك وصافي. مره سولي فيها ولا مره هضري معاها، انما صديقه نتاع العمر لا. وكدير في هذيك الدراما تاني نتاع ما سولتيش فيا، ما هضرتيش فيا، وانا كان صاري لي وكان كنتي صاحبتي كون راكي سولتي فيا. هذه راها الحياه بيناتنا. غادي نهضروا بعدا دابا على هذه القضيه. هذه راها الحياه، كل واحد فينا في كتديه الحياه. كاين اللي عنده مشاكل، كاين اللي بدا الخدمه ديالو، كاين اللي عنده بزاف نتاع الحوايج في حياته. ما بقيناش دوك الناس الصغار اللي كنا نتلاقاو نهار كامل حنا مع بعضياتنا وحنا نلعبوا، ولا نهار كامل وحنا في التليفون والميساجات. هذه راه الحياه، كل واحد فين ذاته. يعني الا ما سولتش فيك، الا لقيتي انت وقت سولي، علاش ما تسوليش انت؟ حيت كل واحد فين ذاته الحياه. وحده مثلا خدامه راه بدات الخدمه ديالها، واش غادي تخلي الخدمه ديالها وتبقى في التليفون؟ امضرا كي صبحتي، امضرا كي مسيتي، امضرا واش تعشتيتي، امضرا واش نعستي. هاد الشيء هاد الحوايج كيكونوا غير في ما عرفتش كيفاش غادي نشبهها الصراحه. ما بغيتش نقول شي كلمه ماشي هي هذيك، وانما غادي نقول هذا تبرهيش. كيتسمى تبرهيش، حيت كاع البنت اللي بعقلها تقول لك ودي السيده ما نعرفوش راه عندها. راه بالعكس، الا شفتيها غبرت روحي بادري سولي فيها، ولا كان عندها شي مشكل. وكنتمنى انه وضحت لكم الصوره ما بين الصديقه الحقيقيه والصديقه المزيفه. وخصك تعرفي واحد الحاجه واحده اخرى، اختاري راحتك، اختاري السلام، اختاري الصديقه اللي تحسي معاها بالراحه وبالحيويه وبالنشاط. راه الا قطعتي علاقتك مع شي انسانه ما كتعتبرش قله ادب، بالعكس صافي استنزفت كاع الطاقه اللي فيك، ما عندك ما تزيدي. صافي كنوصل لواحد الموصل في الحياه نتاعنا ما كيكونش عندنا القناة اننا نتقبلوا بحال هاد التصرفات الصبيانيه. فالله يرضى عليكم اللي عندها شي صديقه بحال هادي، يا تهضر معاها بالعقل وتقول لها الله يعطيك الخير، حاولي انك تحيدي منك هاد الحوايج. حنا صحابات، ما بغيناش نضيعوا هاد الصحبه نتاع سنين تقدر كنتي تعرفيها كاع من الصغر. ما حيدتهمش، انت حيديها من حياتك. حيت صافي الانسان دابا راه يشوف حياته، كاين اللي تزوجات، كاين اللي خدمات، كاين اللي ما عندهمش الوقت للتليفون. وكنتمنى تكون وصلتكم الفكره، ونتمنى يكون الفيديو عجبكم. الى عجبكم ما تنساوش ديروا ابوني وديروا جيم وتصيفطوا هذا الفيديو للانسانه اللي شاكين فيها انها عندها شي صديقه سامه وراها صابره عليها، وقولي لها تشجعي وحيديها من حياتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.